اقول لك حاجه عاليه قوي 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 اقولها لك، ان السماء والارض قالوا ربنا سبحانه وتعالى نعتذر عن فعل وربنا ما عمل لهمش حاجه. قول لي فين الكلام ده؟ انت هتكفرنا في اخر الدرس ولا ايه بالظبط؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فايه؟ لا اله الا الله. قول لا اله الا الله. بص اللفظه دي عامله ازاي؟ فابينا. قالوا لا يعني لا، فابينا، وذكرها لنا كده سبحانه وتعالى فابينا. عشان كده بعض امراء المؤمنين جه لبعض العلماء وقال له انت هتبقى قاضي، قال له اعفني، راح شاخط فيه وقال له تظنون انكم تتورعون عندي وجعلتم الامر في عنقي وتتركوني فيه وحدي؟ لا والله. وغضب غضبه فسكت العالم، لان غضبه الملك عقيم، فغضب غضبه فراح سكت سيبه لحد ما هدي خالص. وبعدين قال يا امير المؤمنين ان الله عرض الامانه على السماوات والارض فابين ان يحملنها فلم يعنفهن ولم يعذبهن ولم يغضب عليهن، فانفرجت نفسيه امير المؤمنين وضحك وقال غلبتني، او قال كلمه نحوها. فالقصد اللي عايز اقول لك عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان سمحا جدا الى حد اللي عنده مشاعر بيخرجها. اوعى تبقى شديد تخليني اكلمك كلمه وما اقدرش اكلمك الثانيه، واقول لك حاجه وما اقدرش اقول لك الثانيه. شوف ازاي